والله شوف، اليوم هذا صعب انك تتكهن انه متى راح يجي. ايه اللي هيحصل لو اتعمل عرض مصارعة في مصر؟ انا عارف ان في ناس كتيرة ممكن تتفه من الكلام اللي انا قلته في الفيديو، هي صناعة تجيب مليارات. فاي حد من اللي بيتفرج على الفيديو ده وصانع محتوى وعاوز يقف معايا في الحوار ده اهلا وسهلا. اللي مش عاوز خلاص خليه يتفرج على جنب، عشان انا بتكلم عن حاجة هتحصل ان شاء الله. ساعة ما عملنا الجزء التاني من ازاي ندخل المصارعة مصر وازاي ان الفكرة دي مش مستحيلة، وكان عندي حماس مهول ان اتواصل مع الكابتن محمد مصطفى واعرف منه هل الفكرة دي واقعية وممكن تحصل ولا مجرد وهم. بس بصراحة فاجئني واحبطني. ازاي؟ تعال نسمع بنفسنا. ومعانا دلوقتي الكابتن محمد مصطفى. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ دلوقتي حضرتك انت سمعت عن الفيديو اللي احنا اتكلمنا عنها والفكرة المستحيلة، فكرة الاتحاد وفكرة ان يبقى في عرض مصارعة في مصر، عرض مصارعة حقيقي، كل حاجة تتعمل في مصر، يعني كتنظيم، كنجيب المصارعين، كان فريق المكان، كل دي حاجات كنت بفكر فيها بصراحة. ويعني كان نفسي بصراحة اتكلم مع حد يعني ذو خبرة زي حضرتك كده تشرح لنا وتقول لنا هل الموضوع ممكن ولا لا. طيب، هو انا شفت الفيديو، والفيديو انت عندك حق في حاجات بالامانه. م. نفسك ان الحاجه دي تحصل طبعا كلنا، يعني هو مش حلم خاص بيك بس، انا عايز اقول لك انه حلم خاص بشركات اجنبيه انها تعمل عروض في مصر، وعايز اعدد لك يعني منهم او في دبليو مثلا، اوهايو فالي ريسلينج، نفسها تيجي مصر. ان ايه نفسه يجي مصر، اليابان، ايه ده، كل الشركات ممكن تتخيلها. المصارعين يعني بص على الويش ليست بتاعتهم وامنيتهم يعني ان هم يتصوروا قدام الهرم. يعني تخيل، دي حاجه ممكن يبقى ده يخليه يجي وممكن يتنازل عنها. للدرجة دي والله؟ اه، بس فكره ان انت يعني هقول لك حاجه، اعمل عرض مصارعه الباك جراوند بتاعتك يبقى الاهرامات الثلاثه في المكان بتاع الصوت والضوء مثلا، تمام؟ م. ده شيء يدفع له فلوس وحلم بالنسبه للمصارعين كتير، صح. وقد يكون حلم للدبليو دبليو اي، بس انت علشان تجيب شركه مصارعه هنا، تمام، م. لازم يبقى في ضمانات. يعني ايه يبقى في ضمانات؟ يعني تبقى شركه تسويق هي اللي جايباهم. يعني سي مثلا كيان زي المتحده كبير كده بتاع الاعلام، الشركه مش بتبقى مستنيه الريفينيو بتاع التذاكر على قد ما هي مستنيه ان حد هيأمن لهم المواصلات وهيأمن لهم الإقامة وهيأمن لهم، هو عايز يكسب، هيأمن حتى البث التلفزيوني. وما على الدبليو دبليو اي الا ان هو يجي ويعمل العرض، تمام؟ وبعد كده بقى الريفينيو ده على حسب اللي مدفوع، هل هو يبقى شير ان احنا نشارك مع بعض على حسب الاتفاق، هل انا خدت فلوس كدبليو دبليو اي او اي شركه مصارعه فمش لازمني، انا خدت الفلوس اللي تكفيني مكسبي. ده اللي بيحصل مع الدبليو دبليو اي بالنسبه للسعوديه، بياخد مثلا سي تمام. 50 مليون، هو مش لازمه التذاكر ده مكسب صرف للسعوديه، ومكسب الرعايه صرف للسعوديه. بس السعوديه بتأمن حاجات كتير، يعني من مصاريف إقامة وطيران وكل ده هيدك كبير يعني. يعني حاجه زي الكراون جول كده اكيد ليها ضمانات واكيد ليها حاجات هم يعني عشان صفقة 10 سنين مقابل تقريبا 50 مليون في العرض الواحد، تمام. ليه هم هيئه نزلوا. الترفيه بقى والحاجات دي، صح؟ طبعا إمكانيات، أنت محتاج إمكانيات دولة حاليا علشان تعمل حاجة زي كده، إنما إمكانيات بشر شيء ضعيف جدا، ومش هتقدم حاجة على المستوى المطلوب، وهيقابلك هيدك في مصر. أنت الفيديو اللي أنت عملته أنا هنسفه لك تماما مع الأسف، لأن أنا قابلت كل الكلام. بص يا سيدي، لا يعني انا بتكلم في حته ان هي مثلا ما يكونش حاجه ضخمه قوي، عشان يعني برضه عاوزين نتكلم بواقعيه، ما فيش ما أنا حاجه زي بقى كده هدمر لك ضخمه. الفيديو، أنا هدمر لك الفيديو مع الأسف، علشان أنا قابلت كل المشاكل دي وما كناش عايزين نعمل حاجة ضخمة. أول حاجة، أول يعني المشاكل اللي ممكن تواجه اصعب من حوار يعني البادجت اسمع بقى، اسمع هقول لك على المشاكل اللي واجهناها. أول حاجة إن كلمة مصارعة في مصر، تمام، وأنا هكون صريح قوي معاك يعني، بيروح داخل فيها حد زي اتحاد المصارعة الروماني يقول لك أصلها فيها كلمة مصارعة تبقى تبعنا، فمش هينفع ان انت تعمل حاجه. صح. نقول له ان دي ترفيهيه وبيدخل فيها سيناريوهات، لا والله انا هعمل عليكم قضيه لو كنتوا جيتوا عملتوا حاجه فيها كده. للاسف ما حدش هيفهم المصطلح البرو ريسلينج عموما بالظبط، يعني. فهتيجي تتكلم طيب احنا تابعين لمين؟ صح؟ والله احنا صح. تابعين لأي جهة بتمثل حاجة ترفيهية رياضية. طيب زي ايه؟ يعني
والله نقابة المهن التمثيلية، الهيئة القومية بتاعت أصول الثقافة، ممكن فاهم. صح. الشباب والرياضة لو هم تقبلوا فكرة إن يبقى في مانجمنت أو قطاع منهم بيقبل الأمور الترفيهية. خلي بالك أنا بكلمك على واحد لف على مكاتب وقعد مع ناس وقعد مع أعضاء مجلس إدارة في اتحادات رياضية يعني حضرتك الفكره اللي كنت عاوز اعملها اكيد انت كنت عاوز تعملها من زمان قوي يعني. الكلام ده بقاله 10 سنين بحاول أعمله أو أكتر. يعني أنا عايز أقول لك إنه من 2011 من أيام الثورة. لا بس وقتها ما كانش فيه مثلا سوشيال ميديا، ما كانش فيه ما الانتشار، كانش فيه، فاهم بس انت؟ الفكرة كانت موجودة. الشركة القطرية اللي جت عملت العرض بعد الثورة، تمام، فتحت الفكرة. فاحنا ليه ما كناش نعمل؟ تمام. طيب صح. انا بادئها لك عالميا وهوصل لك محليا، خلي بالك. يعني هقول لك انا برضو الصعوبات اللي قابلتها محليا. المهم تمام. تغلبنا على اغلب الصعوبات دي. حلو. وقلنا نقابة المهن التمثيلية رحبوا، مفيش اي مشكلة. حلو. في الحالة دي انت بتتكلم ان هيحصل مشاكل قدام طبيعي بين اتحاد مصارعة او شباب ورياضة وبين نقابة المهن، هم يحلوها مع بعض، هم جهات مع بعض. نقابة المهن اللي هي ايه حضرتك، معلش؟ نقابة المهن التمثيلية، وانت بتقدم شو. اللي هي اللي في مصر، صح؟ تمام. اللي في مصر. تمام. تمام. فانت بتقدم شو، فاهم قصدي؟ لو هم عايزين يقبلوها كده. انما انت لو هتتكلم صح يبقى في قطاع ترفيهي داخل وزاره الشباب والرياضه علشان يقوم بالحاجات دي، عشان يتضمن اليو اف سي ويتضمن مصارعه المحترفين ويتضمن اي حاجه فيها شو، زي مثلا الليكرز ولا الشيكاغو بولز لما بيجوا يلعبوا الهارلم، الفريق بتاع كره السله الترفيهي ده. اشمعنى ده ما تتخانقوش عليه؟ فاهم قصدي؟ ايوه. فاول عقبه بتقابلك البيروقراطيه. صح. البيروقراطيه، المشاكل اللي عندنا في مصر ان مفيش توقيف للشيء ده، وده تبع مين وده مش تبع مين. طب هقول لك حاجه، حبينا ندخله ده تبع اتحاد المصارعه، هيقول لك انا عايز فلوس. حط بند ايه بالظبط؟ فاهم؟ هيقول لك انا عايز فلوس وعايز مبلغ حلو. انت بتعمل شو جميل. طيب يا عم دخلناه تبع اتحاد المصارعه سي، جينا عايزين تصريح امني علشان ندخل جماهير. الجهات السياديه ما ترضاش. انا بقى بجيب لك النقط اللي غايبه عن دماغكم، اللي كانت في الفيديو اللي انت ما كنتش متخيل ان ده ممكن يحصل. ايه رايك؟ انا ممكن اكون نظرتي لحد ما كانت من بره بقى، يعني مش تعالى لسه اتكلمتش على التفاصيل. الجهات السياديه رضيت. انت ممكن عرضه لاي حدث في مصر، انت عارف بلدنا واللي بيحصل فيها كل شويه يلغوا لك يلغوا لك التصريح، وممكن يكون مصارعين موجودين على الارض. فضاعت استثمارات ممكن توصل ل 2-3 مليون. حاجه تحزن والله. طيب بلاش انت علشان تجيب اصلا تصريح لازم تكون حاجز استاد، صح؟ تصريح لايه؟ مهما كان حجمه. لا حجمه، ما انت لازم برضو يكونوا قليلين. يعني يقول لك ما تجيبليش مثلا زياده عن 10,000. طب انا عايز اعملها في استاد القاهره، لا والله ما ينفع. طيب انا عايز اعملها في الصاله المغطاه، الملعب بتاع كره اليد اللي هو يسع ل 20,000 3 ادوار ده تقريبا، لا ما ينفعش. طيب هنعمل ايه؟ لا انت هتدخل لي ممكن 10,000. كل ده انا مريت بيه، انا مش بحكي لك من خيالي، انا ده بحكي لك على صعوبات انت ما تتخيلهاش. طيب 10,000 يبقى انا كده الفلوس اللي انا بدفعها اترمت في الارض، لانها مش هتكفي المصاريف ولا المكسب، انا مش كسبان حاجه. يبقى انا بعمل شركه مصارعه ليه؟ صح، المصاريف اكتر بكتير من انت العائد اللي فين؟ ممكن انت تيجي. دخلت فرحت وسقفت لي، بس في نفس الوقت انا ما استفدتش حاجه، وهو في الاول في الاخر ده بيزنس، صح؟ طبعا صح. طيب كده لازم الاقي حاجه. فانا بقول لك لازم كيان كبير واصل يجيب تصاريحه، تبقى الدوله دعماه، تمام، او على الاقل يجيب واحد زي حالاتي يقول لك تعالى واحنا ايدينا في ايديك وهنعمل حاجه كبيره تشرف مصر وهتبقى حاجه عالميه ويلا بينا. ساعتها هنسعى وبالعلاقات الموجوده، وهجيب لك عقود وهجيب لك ناس تتعاقد معاك وتشوف، واتحادات كبيره ونجوم كبار، ويبقى ساعتها بقت المخاطره قليله. لازم جهه كبيره، تمام. ده بالنسبه للعروض العالميه. يلا بقى ادمر لك العروض المحليه بالمصريين او بعرب. تمام. اللي هيدمر لك العروض المصريه بالمصريين والعرب حاجتين: عدم صبر الرياضي العربي انه يتعلم. طب ثواني بس حضرتك، هو اللي فاتت دي مش المفروض يعني مثلا لو هنعمل العروض دي في مصر عادي، يعني
المصارعين مثلا نجيبهم مثلا من بره يلعبوا في مصر، مش كده؟ امم انا بقى دلوقتي بكلمك ان احنا بالظبط. هنقلبها، مش عايزين مصارعين اجانب، احنا عايزين عرب اه مصريين، اسهل صح اهو، ومش هياخدوا حاجه تذكر، وبنشتغل صح. بالجهود الذاتيه يا مش سيدي. هياخدوا قد النجوم، مش اه هياخدوا قد النجوم اللي وهنعمل يا بيجوا من بره عمي بس. في ملعب بتاع سله بياخد 5000، مش هندخل اكتر من ده. صح. ده ممكن يتوافق عليه ونجيب مم. بيه تصحيح. تمام. مم. تعالى بقى مم. المصريين، مش هقول لك كله، مم. في ناس نجحت، بس اللي نجح بره مصر. تمام. مم. يعني الموضوع صعب قوي لو جوه يعني. لا، صعب انك تعمل مصارع هنا في مصر. ايه ده؟ حتى لو مثلا جبنا مدربين او حاجه او لا، لو مدرب جبت مدرب اجنبي ممكن، ولو جبت اه رياضيين عندهم عقلية محترمة، عندهم قدر من التعليم، مش مقتنعين صح. ان كل حاجة تيجي بالدهلكة زي المصريين والشطارة والفهلوة اللي انا شفته. انت عارف ان انا كان ليا تجربة واتنين، يعني على فكرة لا داعي تجربتين. لذكر اسماء. صح يعني صح. يمكن واحدة انتوا فاكرينها، وكان في واحدة قبلها بسنتين 3. اول حاجه الفهلوه يا تمام. باشا، انت بيجي لك لاعب كمال اجسام، لا يا باشا انا نجم من قبل، انتوا هتدوني كام عشان تعلمونا؟ دي كام يا ابني؟ انت لسه ما تعرفش حاجه. تمام. طيب وانا مم. يعني المفروض ان انا كده يعني احسن من فلان، اصل انا جسم احسن منه، وتلاقي فلان ده بيتعلم وعنده صبر وجسمه صغير، بس هيبقى لعيب، هيبقى صح مصارع بيفهم. صح. المصارع الشاطر بيبقى معاه نوت بوك صغير، لما بيتعلم حركه بيعرف اسمها، بيكتبها، بيدونها، بيبقى عارف ان الحركه دي ممكن تخرج منها تسلم لحركتين 3، الكاونتر بتاعها ايه، بيبقى كاتب ده كله، عامل لها تري كده عنده. تمام. انت بتبص تلاقي ايه؟ صح. الاخ المصري جاي نجم قبل ما يلعب، قبل ما يطلع على الحلبة. تلاقي نجم مم. فلوجر بتاع كمال اجسام عايز يتعلم مصارعه، بياخد اول بامب بيرجع دوخ. اكيد انت شفت الحوار ده بعينيك يعني. انا شفت كل ده، انا بحكي لك على موقف حقيقي. لا 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 صح لا، ده طلعت صعبه، طلعت صعبه، روح. فاهم؟ صح. طب انا الموضوع فعلا هستفيد مش ايه؟ بالسهل خالص. اللي عنده الشغف مش صح. بيقول لي انا بستفيد ايه. انت الاول بتجرب نفسك، وبعد كده بتشوف. تعالى بقى اما مم. ايه ابوظ لك الدنيا شويه في المدربين. انت مم. عارف طبعا الفضايح اللي انت بتشوفها على اليوتيوب في مصر لما بيحبوا يعملوا نفسهم مصر. طب هقول لنا بعض منها عشان انا مش والله عارف، واحد او بيقول ممكن يكون للناس في ان ناس هو بتسمع مش عارفه يعني. صح. واحد بيقول للناس ان هو يعني المصارعه دي تافهه لدرجه انه ممكن تشوفها في التلفزيون تعمل الحركات. ماشي، ادي واحد. يشوف واحد حاجه على التلفزيون كده. انا بعملها. طب انت بتعملها، ممكن والله تطلع شكل برافو عليك، لكن انت لا تعرف السيفتي بتاعها انك تحمي المصارع اللي قدامك، ولا تعرف صح تنفذها صح، وممكن تجيب لنفسك اصابه وانت نازل على الارض. صح. تمام. مم. لا يجهل الاساسيات المشكله كلها. ان العقليه دي، اه المشكله ان العقليه دي شايفه ان هي مثلا ايه، اللي هي الحركه من طرف واحد، فاهم انت؟ لا، بالظبط. الحركه بتبقى يعني انت والخصم بتاعك، ان انتوا الاتنين بتتحركوا مع بعض بطريقه صح، يعني بطريقه يعني مظبوط 100% ايوه عشان تقدر تطلع الحركه دي صح. ايوه. فعلا خد بقى ايه صح. النحته الكبيره بقى، اللي هي ايه النفخه الكبيره بقى. واحد بيقول للناس ان انا لابس قناع وبلعب في تريبل ايه. شوف بقى الفشخه، يعني بتقال فشخه بس الفشخه وسعت قوي. التي ام ايه، وانا اصلا اه مصارع كبير وبتاع، والماسك اهو، وممكن يكون شاريه واخده من حد بس تاني اكيد مش شايفين عشان القناع يعني. عشان القناع. طب يا ابني ما انت فرق جسمك كبير. طب يا ابني ما انا ليا معارف. انت لما هتقول كده انا مش هرفع سماعه التليفون ولا هكتب لحد على الماسنجر تعرف كذا هو ده منين. وبعدين هو ما فيش ويكيبيديا صح يعني انت لما بتقول اسم مصارع بيطلع لك اسمه الحقيقي وسلسال وجاي منين ومولود صح. فين وجاي من، بس هي وسعت منه. عارف وسعت منه ليه؟ عشان ما مم. فيش منتاليتي. فانت ما عندكش منتاليتي وعايز مم. تبقى مدرب وتعلم الناس، وانت اصلا هم سبوتين اللي عارفهم اللي هم بيتلعبوا في التلفزيون المعروفين. فانت طبيعي هتعور ناس، وفي صح ناس اتعورت. انا اعرف ناس العمود الفقري بتاعهم يعني في فقرتين و3 اه. و4 وانكشنز حصلت في مصر، وعلاج مم. بالسنتين قلت حضرتك على وبالثلاثه وبيدعوا عليه. قلت حضرتك قلت على الحوار ده في البودكاست بتاعك انت وعمر المعرفي يعني، اه الحوار ده قبل كده، ايوه او لا اللي هو اللي اسمه كوكاز، صح؟ ايوه. ما هو جورج برضو، اه احنا الاثنين كنا جورج كوكاز، نقصد حد معين احنا عارفين، صح. بس احنا ما مم. بنفضلش نذكر اسامي. ليه؟
لعل وعسى انت ممكن تقتنع ان انت محتاج ان انت يجيلك مدرب ويعلمك وتبقى كويس. بس لما يبقى صح ليك ضحايا احنا لازم نحذر الناس. صح صح يعني اصل بص لازم اصلها نحذر ان مسؤوليه. الموضوع خطر واحد فعلا. هيقول لي صح ايه ده، بص بقى انا اتهمت اتهام خطير ان محمد مصطفى بيحامي للعرب ومش عايز اي حد يبقى مصارع مصري. انت عارف ليه انا مش عايز حد يبقى مصارع مصري ليه؟ طب ما انت عندك برنس احمد ما شاء الله في امريكا اهو راجل جامد يعني. عندك صح تيتو حاتم في كيو بي دبليو والراجل شغال وماشي على خطوات ثابته. آه، جنسيته ايه؟ ايه جنسيته ايه؟ مصري. مصري برضه ايوه. هو انا مم. بقول ان اللاعب المصري ما ينفعش؟ لا ينفع، بس لازم يكون عنده حاجتين، عنده لغه كويسه وعنده عقليه تمكنه من انه يتعلم. صح. انما انت هتكون الموضوع جاي فعلا مش لي ما فهلوه. بتعرفش انجليزي. هي زي الطب صح في حاجات معينه، مصطلحات. انت عشان تلعب مع مصارع قدامك لازم انتوا الاثنين تبقوا عارفين اسامي الحركات كلها، لانه مش هيقعد يعلمك طبعا انهي حركه. لا والله الحركه اللي انا هعملها اللي بنمسك ايد بعض لا ما بينفعش، انا هعمل اه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ماشي خلاص. صح. فده لا، يا وساعات احمد في هو اللي وسط بيحصل. الماتش نفسه. اه ساعات في وسط الماتش نفسه بيتكلم بيبقى معاك، فيه فاهم انت؟ كول. الحكم يديك كول. اه بيبقى فيه صح. كول. فانت لازم فانت تفهم كل ده. لازم تفهم كل ده في جزء من الثانيه، ولو ما ترجمتش الكلام ده صح ما تبقاش مصارع. فانت ما تعرفش ده صح كله. واحد هتتفقد او بيقول لي هيطلع في الحركه التلفزيون وحشه. ايه، اه واحد بيقول لي في يعني التلفزيون ممكن لو ما والتاني بيقول فهمش لي انا بقى مش عارف ايه. هتتوه. صح. ايه رايك؟ مم. فهنعلمهم ازاي؟ طب احنا نقدر نبني على ايه؟ خلينا بقى نبص على ايه، على بارقه امل صغيره. نقدر نبني على ايه؟ تمام نقدر نبني تمام على تحالف بين اكتر من شركه عربيه، سواء في السعوديه سواء في دبي سواء في قطر سواء في البحرين، يعني في بوادر كويسه، ممكن يبقى في الكويت. تمام. ممكن الشركات دي كلها تعمل تحالف، وده بقى مش بعيد. انا بقول لك اهو، يعني دي معلومه على فكره بجد والله. مش تنجيم، تمام دي معلومه تمام وانا جزء فيها، بس مش هقدر اوعدك اقول تمام. لك. تمام يعني ترتيبات مشروع مثلا جديد بالظبط. جاي او حاجه. فجايه صح جايه وان شاء الله قريب، بس هيكون ان فيها شاء ظل الله. كبير ومؤسسه حلوه، ويكون بقى اللي جاي بيعلمك صح، انما مش هعورك مش طبعا. هدمرك. عايز انا في اضيق صح الحدود الاصابه تيجي نتيجه عن خطا من المصارع نفسه، مش من المدرب اللي بيعلمه. طبعا. صح احنا كان بيجي لنا ناس تبص تلاقي الولد لسه ما اتعلمش البامبس وعايز يطلع على الحبال، تمام، ويعمل لك سانتون، عايز يعمل كيفن اونز. طب ما انت يا باشا ممكن اه رقبتك دي تلف غلط وان شاء الله تتقتل عندي والبسها انا بقى. آه، صح صح. صح. لا في عوائق كتير خطر جدا، والله فعلا. في عوائق صح. كتير جدا، بس اللي عايز وعنده مخ ان هو يصبر بيتعلم. في ناس يعني بتتمرن تعمل بامب 6 شهور بتعمل بامب بس انت عشان اصلا بس كده كده انت تتعلم. بتسخن بالبامبس. صح. يعني في ناس اللي هو المبتدئين دول يفضلوا يعملوا بامب دول 6 شهور عشان في بس قناه على يتعلم اليوتيوب مثلا اسمها بعديها اول سانتينو حركه. بروز، تمام، اه سانتينو بروز. اللي عايز يتعلم مصارعه انا عارف يتفرج عليه. عندهم قناه على اليوتيوب. صح عندهم اتفرج قناه عليه على اليوتيوب. شوف البمبات بتتعمل قد ايه. انت محترف لحد ما تبقى زي الميه، لحد ما جسمك يتعود ان هو يلف كويس ويستقبل الكلام ده كويس، اه وتبطل تدوخ لانك هتدوخ على فكره في الاول. صح فانت لحد ما جسمك يتعود زي دوار البحر كده من كتر ركوب المراكب خلاص. فلازم تتعلم بالراحه، ولازم تبقى عارف ان عندك وقت، وما فيهاش فهلوه والله. ولو انت مش محافظ على الفتنس بتاعك وبتتعامل كأنك لاعب محترف، انت ضايع ضايع، مش نافع مش نافع. فهتبص تلاقي بقى ايه، اللي عايز يتعلم بسرعة، اللي عايز ياخدها فهلوة، هيقول عليا ان انا راجل بيعقد الامور او مفزلكها شوية. بس لا حضرتك واقعي، لا حضرتك واقعي يا كابتن محمد. يعني اكيد مش انا مش مش هغش هتعيش حد في الناس. الوهم بقى. وصح صح. بس يعني تمام والله. يعني انا شايف مثلا يعني محتاج قد ايه عشان يبقى مؤهل؟ يعني ايه المده اللي هو محتاجها لو اتمرن فعلا صح في لو مدربين شاطر، فعلا فاهمين؟ لو شاطر سنة، سنة ده يبقى تمام. سنه ده فارم نفسه تمرين. فارم نفسه تمرين، محافظ على نفسه، دايت مظبوط. بعد مثلا اول 6 شهور من ان هو خد الاساسيات يبتدي يروح يجيم يظبط نفسه. اصلا انا من الناس اللي هي ضد ان انا تروح جيم الاول وبعدين تروح تيجي تجيب لي اساسيات.
يعني ما تروحش صح لدرجه ان انت تكتف جسمك. لو انت بتلعب مثلا كروسفيت ماشي، ده عسل، زي اه سيث رولينز، يعني جسمه بيبقى مرن وفي نفس الوقت قوي. انما ما تجيش تبقى انت مبلق، اه جسمك ضخم وعضلاتك متكتفه، ما بتعملش اطالات اه كويس، وتيجي تلعب هتعور صح نفسك. صح. بتلاقي بس جسمه مفيش ستريتش، مفيش لا، فليكسبل، فاهم انت؟ ما فيش ستريتش، انت هتتمزق، لان اه جسمك بيلف في كل الاتجاهات. صح بس فهم جربوا هنا المصريين فكره المدرب الاجنبي وشافوا الفرق. وفي ناس ما شاء الله اتعلمت يعني من وسط الخضم اللي كان بيجي ده. يعني عايز اقول لك ان ممكن لف علينا عدد مش قليل، ممكن 500 600 واحد. بس في ناس كانت بتيجي تتدرب اه تمرينه واحده ما تجيش بعدها، في ناس تمرينتين ثلاثه ما تجيش، في ناس شهر ما امم تجيش. عارف، ممكن امم اقول انا لك ممكن اتصدم بالحوار ده. اللي اتعلم تطلعهم على ايدك الواحده، صوابع على ايدك الواحده، خمسه مم. خمسه سته، عشان ما اظلمهمش، اللي كانوا هم ايه تمام، منهم واحد سوداني اه كمان. اه كان حتى السوداني ده جسمه كان عادي بيلعب ام مثلا ام بي، او جسمه رفيع، وكان ما شاء اه الله بيلقط الحركه هوا. بسم الله ما وبنت شاء الله. وبنت بنت. اه. اه غير كده امم شكرا. يعني مثلا ممكن المصارع العادي ياخد قد ايه؟ ياخد قد ايه عشان كتمرين يكمل يبقى تمام مصارع كويس؟ ثلاث يبقى سنين تمام. 3 سنين. مصارع العادي. لا بس ده مصارع اه كامل، اللي هو ايه بقى، برومو ورك كويس، مايك كويس، كاركتر، امم يعني بنى كل حاجة. انما مصارع صح يطلع على الحلبة ويديك الاداء المحترم ممكن من سنة، بس مش امم هيديك الاداء بتاع سيث عشان بس رولينز، يطلع. اه هيديك الاداء بتاع صح الان اكس تي. اه لا عشان بس يعمل مثلا عروض قدام ناس وبتاع محتاج بس هيتصدق سنة. سنة عادي، هيتصدق وهيبقى اه كويس. ما هو انت المصارع اللي عشان حوار قدامك لو محترف ممكن يطلعك انت اه بدون خبرة سابقة ويخليك جامد جدا. اه افتكر لوجان براين بول في دانيelson بداياته. بيعمل كده. اه اه يعني افتكر بيخلي يعني براين دانيelson ده لو لعب قصاد لو لعب مخدة قدام شبح. هيخلي المخدة حلو، بالظبط هيخلي المخدة بتعرف تلعب. اه والله بالظبط. انت شفت كيني صح. اوميجا وهو بيلعب قدام الهوا؟ شوفه على اليوتيوب بيلعب اه قدام شبح. اه كان هو والحكم مش عارفه بيعملوا ايه كده. صح يعني هو لو جاهز يعمل كل حاجه. تمام. بس قول لي بقى ايه اللي ناقص في الاسئله بتاعت الحلقه اللي انت عملتها وانا اجاوبك عليه. انا بتكلم في حته ان زي تجربه الاس بي دبليو اللي اتعملت في السعوديه نعمل حاجه في مصر. ممكن. لازم مدرب اجنبي. اه انا مش هعمل زي اس بي دبليو. طب انت بالنسبه لك ايه اخطاء اس بي دبليو اللي محتاجه تتجنبها؟ ان هو ما يركزش على بالنسبه الستوري لك. لاين، نفس الكلام اللي قلته في الحلقه. انا مقتنع برايك ان الحلبه عايزه صح تتظبط، الحلبه ابعادها صغيره، مش مش هي الحلبه اللي الواحد متعود عليها. مقتنع ان حوار ان الاخراج في حوار التصوير بس هم كجرافيك الحلبه والمط عاليين، حاجه احسن. كجرافيك عاليين، اه مصرفين هم في الحته دي. موضوع المصارعين لا لسه شويه محتاجين يتدربوا اكتر. محتاجين، لا تمام يبقوا انتو ريسلينج اكتر من ان هم مركزين على الستوري لاين، لان الستوري لاين بتخدم على الاداء مش العكس. يعني انت طب انت بالنسبه الاساسي بتاعك ان الاداء في الاخر في ماتش يطلع كويس، مش انك تعمل ستوري لاين والاداء يبقى عادي، يبقى انت كده احبطت الناس. صح. يعني انا بحس بايه حتى في الستوري لاين بحس بما فيش اثاره برضو، ما بحسش بالعداوه، فاهم انت اللي هو العداوه عشان بين في مين جبات. ومين. طب فاهم انت ما اعرفش. ايوه بس برضو علشان برضو يعني انا ايه، يعني ما اكونش ظالم، انا ما بتابعهمش بشكل مستمر، فده مجرد رأي لمجرد حاجات متقطعة شفتها. لا تمام. عادي تمام. حضرتك يعني بتقول رايك في شيء انت يعني انت وبتاع. لو سألتني على كيو بي دبليو هقول لك ايوه انت صح، الجرافيك، الماتش كاردز والبوسترز هي اللي محتاجة تعديل، انما هم والله من حيث هي دي الحاجه التعليم. الوحيده اللي لو غيروها فعلا هيبقوا في لا حته انا تانية. اوعدك، انا اوعدك اعتبر ان الصوت واصل. اه، انت عارف طبعا انا ليه علاقة بيهم يعني. صح. صح.
انا من التيم بتاعهم. انا قلت يعني حضرتك يعني اكلمك يعني وكده عشان واحد من الجمهور، فاهم انت، مم. فبيقول رايه. لا، ما انا اعتبر يعني ايه برودكشن مانجر بتاعهم من 2013، بس طبعا الحاجات دي بتحصل وانا في مصر، فربنا مم. يسهل. وبعدين استاذ علي يعني نزلت ايه، مع نزلت معاهم ولا؟ لا لازلت معاهم، افتح الموقع بتاعهم. اه. بس طبعا بكون موجود في الحاجات الكبيرة، الحاجات الانترناشونال مم. بس. فان طب ليه ما بقوش يعملوا مثلا عروض كبيرة زي حوار السوبر اسلام والحاجات دي؟ شاء الله قريب قريب، بس اه. انت فاهم البيزنس دوت احنا ما بنحددش، علشان طبيعي بتحصل حاجات يعني لما يتثبت رسمي ويتم الاتفاق يبقى نتكلم، ساعتها برضه هبقى. طب حضرتك بالنسبة لك يعني فكرة العرض اللي يتعمل مثلا للمصارعة وبتاع، فكرتها في مصر يعني أنا شايف إن على حسب كلامك الموضوع شبه مستحيل. الموضوع مستحيل لو مستحيل هيتعمل تماما يعني. فردي، لازم شركة كبيرة ضخمة كيان، اه. انما جهود طب فردية، اللي قدامك ده عمل جهود فردية لحد ما زهق هو وعربيته من كتر المشي والمشاوير اه والرحلات. محتاج تصريح في كل حاجة، محتاجين كل حاجة، يعني حتى محتاجين حد أنا يسهل فهمت أنا لنا فهمت بقى لما منك. نحب نعمل حاجة. هي يعني فعلا أقول لك حاجة، في فرصة ذهبية، الإجراءات في مصر صعبة قوي والله فعلا. في فرصة ذهبية. المدينة الأولمبية اللي في العاصمة الإدارية محتاجة كذا حدث زي ده، تمام؟ مم. بس لو في إرادة منهم، إحنا مش شايفين إلا الكورة تمام. بس. حتى قنوات التلفزيون بقت ليزي، يعني ما تفكرش تعمل لك برامج كويسة في الرياضة، يعني مش إلا الكورة اه بس. بص، هو حضرتك انا فكرت في الحوار ده، حوار ان مثلا ان يبقى فيه عرض مصارعه وبتاع، عشان لقيت ان في ناس كتير عددهم مش قليل بيفكروا في الحوار ده برضو زي حوار طبيعي. ان هم ما عندهمش مانع ان لو في حدث حصل مثلا ليها علاقه بالمصارعه، فاهم أيوه. انت، نجيب انا والجمهور ونروح، فاهم انت. يعني الموضوع يعني كان يعني هيبقى حلو جدا بالنسبه طب لي، أنا يعني لما يبقى هفاجئك حدث زي بحاجة، كده أنا تحصل. هفاجئك بحاجة أحسن من كده كمان. تعرف إن تمام. إحنا كنا هنعمل برنامج على CBC زي لوتشا أندر جراوند، وصورنا برومو، ويمكن اديهولك في الحلقة دي تتوريها للناس أول مرة حد يعرف، ايه بلاعبين ده؟ مصريين وكانوا تحت التمرين، وعملنا برومو جامد جدا وتوافق عليه، والبروجكت هالطت في آخر ثانية، باظ بعد اه شغل عايز أقول لك، وستوري لاينز وشركة إنتاج وتصوير والكلام ده كله، وبعد ما اتفقنا مع ناس أجانب هيجوا، مصارعين أجانب كمان، ايه ده وفينيكس حضرتك، يعني وبنتاجون انا اول وكارليتو وكريس ماسترز وجون موريسون، مات كروس اللي كان موجود في لوتشا اندر جراوند، كانت شبه لوتشا اندر جراوند بالظبط. اللي هي في زي في استوديو كده والحلبة في هانجر، والجمهور. كانت هتتصور في هانجر. تخيل حضرتك يا كابتن بجد لو عملنا فكرة اندر جراوند على اليوتيوب، حتى مش يعني حتى مش على التلفزيون، الموضوع هيبقى جميل جدا بالنسبة لي يعني. بس فعلا برضو الموضوع محتاج انتاج برضو، يعني فاهم انت، انتاج مش ما كبير بس هو برضو محتاج انتاج. اخوك ما بيرضاش يعمل حاجه شكلها وحش، وده طبع بقى ربنا يكفيك صح. الشر. يعني انا مش هجيب لمبه افراح واصور واحط حلبه، لا ده انا عايز تراس اضاءه للشارع، وعايز حلبه شكلها نظيف. انت شفت حتى البرومو اللي احنا عملناه، لا كان نفس الحلبه الستايل. محترمه صح، والاضاءه اه كانت كويسه. صح بس انت ما تعرفش الملابسات صح. بتاعت اللي حصل، ان انا كان بقالي 4 ايام تقريبا ما نمتش، مشاكل كتير من هنا لا للصبح، اه وعملت الحمام لا لا مكتب عشان اعمل الانتروهات. الحوار لا يعني فعلا حوار اللي هي اول برومو بقى اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو. مم. لا بالنسبه للمكان وبالنسبه للاضاءه، مش عشان والله انت موجود وبتاع ومش نفاق يعني، لا فعلا كل حاجه معموله مظبوط تمام، كل فاهم حاجه حضرتك. معموله بس هو مظبوط ايه، الا بس العروض. انا كواحد مثلا بتفرج اول مره انا مش فاهم حاجه. صح. ما كانش المفروض اصلا ان حد يفهم فمظبوط. حاجه، دي كانت معموله زي تيزر شويه، ان احنا بنوري الناس بتوع الانتاج ان ممكن حاجه زي كده تطلع، بس انت فاهم انها. مشروع فعلا مصغر بتوريها انا للي مش عاوز بحكي يدعم قصه، يعني. ايوه انا بس بوري الناس ان ده الانيشيشن بتاعها، واحد عايز
يعمل مصارعة ومقتنع ان مفيش مصارعين مصريين اتعلموا لسه، فواحد بيطلع يقول لك لا انا بعرف واقدر اتحدى والكلام ده كله. تمام. ما كنتش هكسبه، خلي بالك يعني صح. مش هيكسب. الصح انه ما كانش يكسب في اول ايفنت، ما كانش يكسب، لان انا مش هقعد اعمل شمشون الجبار في مصر. صح. ده لو كسب يوقع مصداقيتك. اه تمام. لكن فعلا. ممكن تديله كارد، يعني صح. ممكن تخليه يعني واحنا على شعره، فاهم. احنا بنتلكك عشان احنا نفشل على بعض. شعره. وبعدين انت ايه هتخليه في الاول كده فيقول لك نقول ده بص هيخلوه العرض مش شمشون عارفه الفاشل. اه بس. ويتعمل لنا ميمز وبتاع والناس تفضل تتريق علينا. خلي بالك واحد تقيل، انا مش هقول لك والله. اسمه، كان بيتفرج. تمم. بيقول لي اقسم بالله انا كنت عايز اديلك اه بالقلم، انت يعني بص هنت مصر بما فيه الكفايه وبتاع، هو حد رتبه يعني. وفرحت قوي ان هو التاني عمل كده، انما انت بهدلتني. هو اللي كان حاضر كان شايف. تمام. كاميرا. اسوأ حاجه حصلت في اه الموضوع ده ان التصوير كان زي الزفت. اه انما انا عايز اقول لك ان لو الكاميرات مش مظبوطه بتبان. لا طقم لا يعرف معنى الاحتراف، بس ده انت يعني ايه، صح. قدر الله ما شاء فعل. صح. المشاهد اللي على اليوتيوب برضه، او المشاهد اللي بيتفرج عموما عن مش شاشه، عارف اللي في برضه الباك لازم جراوند ايه. تراعيه، لازم برضه تجيب له كادرات حلوه. ايوه. صح. ايوه. انت عارف اللي جاب المصورين ده، صح. انا قاعد شايفهم اصلا وانا قاعد بتكلم وانا عارف الزوايا بتتحرك ازاي. فاول ما لقيت واحد منهم جه قطع لي كده عند الحبل التاني، كلمه قطع يعني دخل عليا بالعرض. تمام. لما قطع القطعه دي وانا بتكلم قلت التصوير ده باظ والله العظيم. دخل عليه ايه؟ معلش. بص المصور في كادرات معينه واماكن معينه عشان يصور مصارعه. لو جيت قطعت لي على نص الحلبه بطريقه معينه كده يبقى انت مصور افراح. فاهم. فلقيت لك الباشا جاي عليا ايه، باظت. قلت باظت باظت. فعلا. صح. باظت. فاهم قصدي. فلما اتمنتجت وبتاع طب ما كانش فيه إيه، مثلا تدريب مسبق بحركات الكاميرا بتاع؟ والله انا كنت جايب تيم شغال في قنوات رياضيه، بس طبعا كان البادجت بتاعتهم عاليه، ميزانيه محترمه، وهيشتغلوا بدرونز وهيشتغلوا بحاجات تمام. شغل يعني. تمام. اترفض. وطبعا مش انا صاحب راس المال علشان اتحكم، فرأس المال اللي تمام. بيتكلم، انا رأيي مجرد فني، انا اللي بقول صح. لك ينفع وما ينفع. النجم حب يوفر فطلعت كده، فقلت له مبروك باظ البداية. انا هضطر اوقف لغايه هنا عشان المونتاج وعلشان احضر لكم بقيه المقابله دي. وبجد اسف جدا جدا في عدم تنزيل الفيديوهات الفتره اللي فاتت، بجد والله كانت غصب عني. بجد لو انت وصلت لغايه هنا فشكرا جدا جدا على متابعتك للفيديو. اعمل لايك، اشترك في القناه. مش هنعمل تارجت لللايكات عشان يعني انتوا فاهمين القناه لسه بتتحرك والعجله لسه بتدور بعد مده وقوف كبيره بصراحه. وتاني احب اشكرك جدا على متابعتك للفيديو ده. سلام عليكم.